ماذا أفعل إذا نسيت التشهد في الصلاة؟ إذا راك تقصد التحية الوسطى، قال علماؤنا عليهم الرضا والرضوان: إذا جيت تنوض ولكن يدك ما زال في الأرض، ولا ركبة مركيبك ما زالها مع الأرض، هنا تعاود تولي وتجيب التحية. أما إذا استقليت خلاص يديك رفتهم على الأرض وركيبك طلعوا عن الأرض فلا تعود من الفريضة إلى السنة، لأن قراءة الفاتحة فريضة والتحية سنة. تكمل صلاتك وتسجد قبل السلام. اللي نقص السنة يسجد لها قبل السلام، اللي زاد في صلاته يسجد بعد السلام، اللي زاد ونقص زاد ونقص. كيف زاد ونقص؟ هاني التحية الوسطى نسيتها، وقفت أناني نقص، ولما وقفت في الركعة الثالثة يا أخي نقرأ غير الفاتحة، أنا نسيت الله غالب، قريت الفاتحة والصورة، ما لا راني نقصت التحية وزدت الصورة، واش ندير؟ نسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ أسجد قولها قبل السلام. أما إذا كنت تقصد التحية الأخيرة قعدت وما تحيتش وقلت السلام عليكم، إذا تذكرت بقرب عرفي، يعني قسمة سبح، ولم تخرج من المسجد وما زالك مستقبل للقبلة، هنا تعاود تجيب التحية وتسلم بعد التحية وتسجد بعد السلام. علاه يسجد بعد السلام؟ لزيادة السلام هذاك تاع السهو. أما إذا كان طال الحال وخرجت من المسجد أو استدبرت القبلة أو سبحت أو قرأت القرآن أو هدرت مع إنسان فصلاتك باطلة، يجب إعادتها. والله فقهنا ويعلمنا ويعمر بيوتنا بالخير والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.